السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أحلى متابعين. أنا آسف كلش على هاي القطعة الكلش كبيرة، بس بسبب ظروف عملي اضطريت إنه أقطع عن اليوتيوب فترة كبيرة، وإن شاء الله أوعدكم إنه راح نرجع بمحتوى كلش قوي. قبل لا أدخل بمقطعنا، صح أطلب من عندكم اللايك والاشتراك على مود دعم للقناة وتوصل أكبر عدد من الناس ويعرفون قناتي، بس اللي أطلبه منكم بهذا المقطع إنه تشيرون هذا المقطع قد ما تقدرون. أهم شيء العالم تشوف هذا المقطع على مود لا تنسى قصة من أروع القصص اللي صارت. هاي القصة ما أتوقع أكو عراقي يعني عاش فترة 2005 ولليوم موجود ينسى هاي القصة. قصة الشاب عثمان العبيدي من محافظة بغداد، انولد سنة 1986. بيوم من الأيام صادف بيوم استشهاد الإمام الكاظم سلام الله عليه. هاي القصة أحداث حقيقية وصارت عندنا بالعراق، وراح أحكيكم هاي الأحداث كلها نقلا عن أخت الشهيد عثمان العبيدي الله يرحمه يا رب. تقول أخت الشهيد عثمان العبيدي بيومها هو قاعد الصبح سبح وتريق وقاعد جاي يدرس، سمع صوت من جامع أبو حنيفة: يا أهل الأعظمية ساعدوا إخوانكم بالكاظمية على جسر الكاظمية. طلع يشوف شنو صاير بالشارع ورجع. وين رجع صعد فوق. تقول اختي أنا حسيت عليه، خلى شنو، خلى جنسيته وخلى غراضه علم خدماته، علم كان اللي كان نايم بيه. تقول قلت له ها شنو صاير، وين رايح؟ لا تطلع، ان امي ما ترضى، انت جاي تدرس لازم تنجح هالسنه. قال لا ما طالع، انا ما طالع. تقول هيك غفه بسيطه يعني لحظات بس غفت عيني اسمع الباب انطق كلش قوي، باب بيت جدهم لان هم كانوا قاعدين بيت جدهم. تقول طلعت قاعد اباوع شنو صاير، وين علي وين راح. تقول ما لقيت واحد بالشارع نهائيا. بهالاثناء علي وصل للجسر وشاف العالم اغلبيتها طافره من الجسر وذاب بروحه بنص الماي، لا يقدر يرجع ولا يقدر يطلع لقدام. بعد الناس صارت ضجه كلش كبيره على الجسر. طفر من فوق الجسر، من نص الجسر يعني من فوق نزل جوا بالماي، مو من الجرف من هناك وراح، لا، وساعد بوقته هواي عالم. من رجع طلع اطفال وطلع نساء وطلع شياب حسب اللي سمعته انا. هاي التفاصيل اروي لكم اياها عن اخته هي اللي حكتها. تقول من طلع الاطفال مرة كانت سمينة الله يرحمها. تقول بالعباية مالتها بعد هي المرة تريد تطلع، يعني هو الغريق يتعلق بقشاية على قولتنا. فهي شو تقول حسب اللي روى لهم انه هي المرة بالعباية وخنقت عثمان الله يرحمه. وتقول هو كان بس يحاول انه يفلت رقبته، وطبعا هو الله يرحمه الشهيد عثمان العبيدي عنده جيوب انفية يعني ما يتحمل هيك ضغطة، وكان السحبة بالماء وتوفوا اثنيناتهم. تقول هو يعني بس طلعوا حسب ما روى لهم اهل المنطقة، تقول بس طلعوا من الماي هو يعني لافظ على الانفاس الاخيره الله يرحمك يا شهيد عثمان. تقول احنا بهالاثناء بعد ما صارت هاي الضجه، تقول اهل المنطقه كانوا يدرون ومحضرين صوان العرس والدفوف على قولتهم، من هو كان عريس يعني شاب وهو صغير فيعني ما معرس بس. وهي تقول بالاخص تقول احنا ابوي طلع الله يرحمه، ابوها توفى بسنه 2020 وعمها حسين راحوا يبحثون عن عثمان. وين راحوا للمستشفى ما لقوا عثمان، سالوا عنه طوم تفاصيل ما لقوا شيء. تقول احنا خابر على عثمان اول شيء ما يرد، بعدين يطولنا رفض لحد ما ابوه طلع من المستشفى وكانوا جايبين عثمان. تقول هو الوحيد اللي يصعدوه بالاسعاف. طلعوا من الاسعاف ابوي كان طالع الله يرحمه وعمه حسين شافوا عثمان قبالهم، بس سالوا عني على قولة السيليفون هذا مع على وجه الخاليني عرفوا عثمان. تقول ابوي بهالاثناء مات حسب كلام الدكتور اللي شافه بوقته. قال لعم حسين، قال له اخوك توفى. فهو عم حسين خابر للبيت قال لهم راح اجيب جثتين للبيت، بس يعني تقول اخر اللحظات انه يلا نقذوا ابوها من الموت. يعني الحمد لله على كل حال. واتمنى من الناس اللي يشاهدون هذا المقطع انه يشيرون المقطع ويوصلون لاكثر عدد ممكن من الناس. الى هنا وصلنا لنهايه قصتنا. فالله يرحمك يا عثمان، ولروحك الطاهره اتمنى من كل شخص يسمعني يقرا له سوره الفاتحه ويهديها اليه. في امان الله.